النادي الاهلي بكره الساعه 3 العصر امام صن داونز، وان شاء الله الفيديو ده مش هطول على حضراتكم فيه، انا بس هشرح فيه نقطتين مهمين جدا. اولا، في اكتر من سبب لازم النادي الاهلي يفوز عشانهم، ولازم لعيبه النادي الاهلي تفوز علشانهم، مش بس عشان فكره ان انت تصعد بالمجموعه او الى غيره، لا، في اكتر من سبب تاني مهم جدا لازم تكسب صن داونز عشانهم. والحاجه الثانيه كلمتين حابب ان انا اوجههم لكرة المدير الفني للنادي الاهلي، فخلونا ندخل في الفيديو بتاعنا كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كرة مشكل على اليوتيوب. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وندخل كده في كلامنا على طول. زي ما قلت، في كلمتين حابب اقولهم لكولر ولعيبه النادي الاهلي، وفي اكتر من سبب حابب اقوله ليه لازم النادي الاهلي يفوز على صن داونز. اولا، فكره ان انت كنادي الاهلي ترجع جزء من هيبتك، انا شايف ان هو بقى مهدر. بمعنى دلوقتي فريق زي صن داونز كله يقول لك النادي الاهلي مش هيقدر يكسبه، النادي الاهلي مش هيقدر يفوق عليه، ده صن داونز ده فريق مرعب. صن داونز، هل الحال وصل بالنادي الاهلي ان هو خايف من اي فريق في افريقيا؟ احنا عمرنا ما شفنا الكلام ده، وعمرنا ما شفنا فكره اللي بيتقال في الاعلام دلوقتي النادي الاهلي مش هيقدر يفوز، النادي الاهلي مش عارف ايه، ده لو خرج بتعادل هناك يبقى مكسب. ده ايه؟ من امتى الكلام ده بيتقال عن النادي الاهلي؟ ومن امتى الكلام ده بيتقال على الكره المصريه في العموم؟ زي ما قبل كده كان بيتقال على نادي الزمالك قدام الترجي ان نادي الزمالك، وانا هنا على صفحتي قلت ان الترجي مش الفريق المرعب، ولا نادي الزمالك يقدر يفوز عليه، وفعلا زي ما حصل، ونادي الزمالك فعلا قدر ان هو يفوز على الترجي عادي. ليه احنا بقينا بنقل من نفسنا قوي؟ ولعيبه النادي الاهلي المفروض ده سبب من الاسباب. ما تسمحش بفكره ان انت تقلل من قيمه النادي الاهلي، المفروض ان ما تسمحش للاعلام وما تسمحش لاي حد ان هو يقلل من قيمه النادي الاهلي، ودي مسؤوليه على لعيبه النادي الاهلي ان هي لازم تفوز عشان ترجع فكره او تكسر فكره لا انا بفوز على اي فريق عادي، انا في النهايه انا النادي الاهلي، انا زعيم القاره دي كلها. يبقى لازم ان انت لا تكسب، واللعيبه تحط الكلام ده في عقلها وتحط الكلام ده في بالها، ان انت هنا بتدافع عن اسم وهيبه النادي الاهلي، يعني من واحد من اكبر انديه افريقيا اذا ما كانش هو اكبرها على الاطلاق. فلازم اللعيبه تحط ده في بالها، وده يبقى اول سبب انت تفوز على صن داونز، عشان فكره ان انت لا تكسر شوكه فكره ان انا ما اقدرش. ليه ما اقدرش افوز على صن داونز؟ ايه اللي الكره المصريه خلاص خرفنا وبقينا ما خايفين من اي حد للدرجه دي؟ فلا، ده اول سبب انا شايف ان على لعيبه النادي الاهلي ان هي تفوز، ولازم تفوز عشان تحافظ على هيبه النادي الاهلي. الحاجه الثانيه فكره ان المباراه هي اللي هترجعك للمنافسه، وكمان مش هتخلي مصيرك في ايد حد. انت لو فزت بكل مبارياتك هتصعد، فمش هتبقى مستني بقى بالبلدي كده ان حد يجبي عليك، لا، انت خلاص هتفوز بمبارياتك وان شاء الله هتصعد. وفكره ان انت هترجع بقوه لما تكسب فريق بحجم صن داونز، هم دلوقتي يعني من واحد من اقوى الفرق اللي احنا بنشوفها في افريقيا، ده برضه هيديك دفعه كبيره جدا في فكره ان انت لا قادر، وقادر ان انت تاخد البطوله، وقادر ان انت تفوز على اي فريق ايا كان بيتكلموا عنه وبيقولوا ايه، لو بيطلع نار من بقه هتعرف تكسبه. فلازم فوزك على فرقه كبيره وكمان في ارضها بيديك دفعه قويه جدا جدا جدا. فلاعيبه النادي الاهلي لازم برضه تاخد بالها، وكمان هيخوف منافسينك منك. دي حاجه برضه لازم ان على لعيبه النادي الاهلي ان هي تاخد بالها من الكلام ده. دول النقطتين اللي انا بقول لازم النادي الاهلي ان هو يفوز، او لعيبه النادي الاهلي لازم تفوز بالمباراه عشانهم. بالنسبه لكولر المدير الفني للنادي الاهلي، في كلمتين بس حابب اقولهم له. فكره التوتال فوتبول والسكس فوتبول وبتاع والكلام ده كله انا ما عنديش مشكله فيه، بس في النهايه في مباريات بتبقى مباريات مصيريه انا لازم افوز بيها، بعيد بقى عن اي حاجه تانية. انا لازم افوز بالمباريات دي. انا دلوقتي لازم افوز على صن داونز عشان اقدر اصعد بالمجموعه. ففكره التوتال فوتبول والسكس فوتبول دي انا ما لا، يعني انت مثلا، وفي حاجه صغيره بس لو الكل ياخد باله منها، انت بعد ما سجلت في المقاولين العرب هدفين عملت ايه؟ رجعت وامنت دفاعاتك. طب ما عملتش ليه قدام صن داونز كده المباراه الاولانيه؟ ليه ما عملتش ده؟ وفكره ان انت امتلاك الكوره، يعني انت لو كنت عملت قدام صن داونز هخلص بس الفكره دي، لو انت عملت كده قدام صن داونز في المباراه الاولانيه كنت خرجت فعلا بالمكسب، لكن انت ما عرفتش تعمل ده قدام صن داونز، فراح تعمله له قدام المقاولين العرب. فلا، لو انت عندك في فكرك وده صح، انا ما بلومش كل عليه، ده صح، بس لو ده فكرك اصلا من الاول ليه ما عملتوش قدام صن داونز؟ كان هيبقى افضل بكتير جدا، وانت تخرج بمكسب هنا في القاهره كان هيبقى افضل لك بكتير جدا. فلا، انا كولر شايف ان هو لا عليه ان هو يتصرف بعقلانيه شويه، والفكره زي ما بقول احنا شفناها من كولر اكتر من مره، بس مش عارف ليه ما بيطبقهاش دايما. يعني برضه ما عملها قدام بيراميدز وعملها قدام الزمالك، واغلب ماتشاته الكبيره اللي فاز بيها كان بيلعب فعلا بعقلانيه. فايه مشكلتك؟ ليه ما عملتش كده قدام صن داونز؟ وفكره ان انا استحوذ على الكوره والعب توتال فوتبول وسكس فوتبول وانا في النهايه مش عارف ادخل اصلا ال 18، ده في النهايه ما بيفيدنيش بحاجه. ايه الجمال في فكره ان انا استحوذ على الكوره 90% 99%، وفي الاخر انا مش عارف ادخل ال 18 ومش عارف اهدد المرمى ومش عارف اكسب؟ يبقى ملوش لازمه الاستحواذ وشغل تنقل الكره لا، ملوش لازمه.
لا، فكره ان انا بقى هجماتي تبقى منظمه اكتر وتبقى قويه اكتر ويبقى فيها جمل فعلا شكلها حلو وبنهي الهجمه بشكل حلو، لا انا شايف ان ده هيبقى امتع. ليه ده مش ممتع يعني؟ معلش انا بختلف مع الناس في كل الكلام ده. انا في فكره ان واحد مثلا ان انا بمتلك الكره اقل من الفريق اللي قصادي بس انا بنهي الهجمه بشكل افضل، جمل شكلها حلو، ايه المشكله في كده؟ ايه الوحش في كده؟ ايه اللي مش ممتع في ده؟ ده انا في النهايه بفوز بالبطولات و100 فل و14. كان ماله ريال مدريد السنه اللي فاتت مثلا قدام السيتي؟ السيتي كان مستحوذ على الكوره، مين اللي كان امتع؟ ريال مدريد اللي كان امتع، وكان امتع بكتير جدا، وكان امتع في انه يحقق الفوز فعلا لفرقته. فلا، لازم فكره ان انا فكره الاستحواذ على الكوره ده انا بسميه استحواذ سلبي زي كره اليد كده. انت كمدير فني، فكره ان انت لعيبتك تستحوذ على الكوره بالشكل ده لازم يبقى معاك صفاره تحذرهم ان لا، العب لعب ايجابي، العب لعب على المرمى، اقل عدد باصات توصل للمرمى وتهدد المرمى مره واثنين وثلاثه و10 و20 و1000. لكن فكره ان انت تقعد تستحوذ على الكوره وتلعب لي بقى بشكل جمالي وبتاع وانا اقعد بقى فرحان والجمهور يقول لي الله، لا 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 لا، انا شايف الكلام ده كله كلام هبل. وحاجه تانية حابب اقولها، حاجه اخيره، مفيش حاجه اسمها فريق اقوى من فريق على الورق، في حاجه اسمها فريق اقوى من فريق على ارض الملعب، في حاجه اسمها فريق نازل عارف كويس هو عايز يعمل ايه، في حاجه اسمها فريق نازل فعلا ولاعيبه فعلا مصره ان هي تفوز. فلعيبه النادي الاهلي لازم تحط ده في بالها، ان انت نازل الماتش ده لازم تفوز، ما عندكش اي حجه، ولازم جماهير النادي الاهلي توجه لعبتها للكلام ده، لان اللي بيتقال في السوشيال ميديا ان سان داونز اقوى وان سان داونز فريق مرعب وان ما تديش للاعب حجه. لا، اللاعب ينزل مركز، وزي ما بقول مفيش حاجه اسمها فريق اقوى من فريق على الورق، في حاجه اسمها فريق نازل عارف ان هو عايز يعمل ايه على ارض الملعب، عارف ان هو عايز يفوز، مصر على الفوز وبيقاتل عليه. غير كده الجماهير ما تقولش اي حاجه تانية للعيبه. اتمنى يكون الكلمتين اللي انا قلتهم عن المباراه كده عجب حضراتكم، واتمنى لو الكلام يعني عجبكم والفيديو عجبكم ان انتوا تشتركوا معانا هنا على الصفحه.